صباح الخير. نيافة الأنبا دروس معايا. سلام. ألو. يا دكتور سلام ونعم. سلام ونعمة يا سيدنا. تعيش ربنا يخليك. نيافة الأنبا دروس معايا مش كده؟ ايوه معاكي. تمام، أنا دكتورة سالي مع حضرتك. دكتورة سالي. خير يا دكتورة. خير يا حبيبتي. أنا دكتورة سالي اللي أسلمت، ونيافتك يعني قلت إن أنا أسلمت عشان غلطت مع حد بتاع دليفري. هو كسل مع التبخير، بس أنا عاوز أطمع كويس إن أقدر أتواصل معاك. نعم؟ ممكن أقدر أتواصل معاك يعني؟ ما أنا بتواصل مع نيافتك يا سيدنا. أنا يعني عايزة أعاتب نيافتك بس عتاب محبة كده على الكلام اللي أنا سمعته ده. هو أنا مش عارفة نيافتك جبت الكلام من فين أو وصل لك إزاي، وإزاي نيافتك برضو. يعني أنا حزينة الحقيقة على الكلام اللي نيافتك قلته يعني. هو بص يا حبيبتي، أنا في حاجة أقول لك عليها. تمام. الكلام ده كان وصل ليا في بداية المشوار خالص، وكنت قلته من زمن. يعني هتشوف التاريخ بتاعها كان بقاله فترة خالص. من امتى نيافتك؟ من أول ما سمعت الموضوع. تمام. من أول ما سمعت الموضوع، فكانت عندي موقف حصل نفس الطريقة، وكان برضو بكل أسف كان دليفري. كانت الدكتورة هلبيس بنت أبونا بيباوي بتاعت بيبا. فلما كلامه وصلني بالطريقة ديت أنا كنت زعلان، إنما هو الكلام وصل يعني عن طريق الإعلام، ما عرفتش حاجة إزاي يعني، بس هو كان وصل بالطريقة ديت. أنا تمام بس نيافتك قلت إن طب أنا في حاجة. طيب ماشي. يعني نيافتك قلت إن الدكتورة بتاعت كومومبو أسوان أسلمت عشان غلطت مع حد بتاع دليفري. حصل الكلام ده. اتوجد الكلام ده أنا شفته حضرتك يعني. نعم. أنا كنت قلت الكلام ده هو في العظة، في اللي بتكلم في سفر الرؤيا لما اتكلم الذين طعنوه. فقلت إن كل واحد مثلا يعني مثلا لو زوج وعرف واحدة من مراته كده طعن المسيح والعكس. وفي نفس الوقت قلت لما تبقى فيه دكتورة، أنا سمعت الكلام ده لو كنت سامعه، إن بالفعل أنا كنت سامعه من الناس. عشان خاطر كده أنا قلت الكلام ده على أساس إن بيطعنوا المسيح. طب هو معلش يا سيدنا، هو ينفع نيافتك تبقى سامع كلام والكلام ده نروح نقوله قدام كل الناس على قناة ويخص سمعتي وشرفي وشرف عيلتي وعرضي ونيافتك قامة ويعني في الكنيسة؟ بص حبيبتي، في حاجة أقول لك عليها. تمام. أنا ممكن بسهولة قوي خلال العظة اللي جاية وبرضه نفس القناة ونفس الكلام وأصحح المعلومة. تمام. مع نيافتك. اصحح المعلومه تاني واقول ان انا قلت كذا كذا كنتش متاكد منه. بس انا حاجه واحده عاوز اعرف حاجه منك. هل ممكن في وقت اتكلم معاكي وبدون يعني بصدر رحب مش زعل؟ نعم. ممكن اتكلم معاكي بصدر رحب وبدون زعل يعني؟ تمام. ممكن نيافتك تتكلم معايا وبدون زعل، بس هو ازاي بدون زعل وبعد اللي نيافتك قلته برضو؟ أنا في النقطة دي يعني نيافتك اعتمدت على ايه في الكلام؟ في فئة كبيرة اكيد تسمع نيافتك. بأمانة الله يا بنت اللي وصلني كده واللي سمعته كده. طب ماشي، يعني انا عايزه اقول لنيافتك في حاجه اقول لك عليها. تمام. في حاجه اقول لك عليها. انا ما حددتش الاسم. لا نيافتك معلش، معلش هقول لنيافتك حاجه. انا ممكن اسمع حضرتك برضو العظه. نيافتك قلت دكتوره من كومومبو اسوان اسلمت. لا قلت حضرتك. لا نيافتك قايلها كده بالظبط. كومومبو اسوان اسلمت عشان غلطت مع حد بتاع دليفري. فيعني انا عايزه اقول لنيافتك حاجه. يعني في نص في انجيل مرقس اصحاح 3 عدد 21 بيقول: ولما سمع اقربائه خرجوا ليمسكوه لانهم قالوا انه مختل. الكلام ده كان عن المسيح. فهل يعني ينفع ان احنا سمعنا عن لا يؤمنون به؟ تمام. هل هم قالوا عن المسيح ان هو مختل؟ فاحنا يعني هل ينفع بقى ان احنا نروح نقول على المسيح ان هو مختل؟ يعني نيافتك سمعت الكلام ده عني انه حصل كذا. هل بقى يعني ينفع انه نيافتك تطلع تقول انه دكتورة من كومومبو أسوان ومفيش، يعني انا حاليا مفيش حالة غيري حاليا على السوشيال ميديا، فالناس خلاص هتاخد الكلام ده على انه عليا انا وان هو حصل؟ ما
انا حاضر. اللي انت بتقوليه ده انا قلت لك انا هقدر على القناه تاني اصلحه تاني بنفس اقول نفس القناه ونفس الناس اللي هيسمعوا ده هيسمعوا دي. بس انا اللي بدور عليه حاجه واحده ليك انت، عاوز اعرف منك الحقيقه. هل ممكن؟ الحقيقة اللي هي ايه؟ يعني ايه اللي حصل معاك؟ اسلمت عن اقتناع. انت بامانه مقتنعه امام الله؟ مقتنعه؟ والله مقتنعة. طب ممكن تجاوبيني شويه اسئله ببساطه قوي؟ لو نعم. انت ممكن هسالك كم سؤال بس ببساطه قوي. يعني انا طب معلش، لا خدي معايا بقى في الكلام، ما تسيبنيش يعني ايه، يا فرصه اللي بتكلم معاك. ما فيش كام دقيقه معلش، انا طبيعي رايح القداس قدامي بتاع 10 دقائق اقصاها 10 دقائق. تمام. انا ممكن مع اتكلم معاك حضرتك. فيهم؟ تعرف احنا كمسيحيين ما بنقولش الشهادتين ليه؟ تمام. وما ينفع، وهم اساسا مش موجودين في القران، يستحيل يتوصفوا في القران الشهادتين. دي ناحيه. الناحيه الثانيه اذا كان القران نفسه ان يفتك معلش، طب انا عايزه اقول ان يفتك حاجه. يعني انا ما عنديش اي مشاكل ان احنا يبقى في مكالمه نتكلم فيها عن الحاجات دي كلها، بس انا حاليا مكالمتي مسببه للعظه اللي انا شفتها. انا قريت صورة الجن دي 66 مره عدد الشيطان، وكتبتيها وحطيتيها في مكان مظلم وسقتيها لحد تجننيه على طول. تمام. طب انا محتاجه اقول لنيافتك حاجه، بس انا مكلمه نيافتك عشان الفيديو اللي انا شفته الحقيقه، لانه ده الفيديو اللي نزل. طبعا انا قلت لك انا هتكلم في القناه وهصحح، بس ابقى عارف المعلومه منك. طب ما نيافتك ليه ما تواصلتش معايا قبل ما تذيع حاجه زي كده يا سيدنا؟ معلش. ازاي اقدر اتواصل مع اهلي؟ انا ليا اب وام عايشين الحمد لله، جوز اختي كاهن، حضرتك تقدر تكلمه. يعني نيافتك ما تواصلتش مع هو بالفعل اللي بصي، انا اقدر دلوقتي بعد ما خدت التليفون منك لو اقدر تديني اي تليفونات او اي حاجه اتواصل معاه. لا يعني نيافتك طلعت قلت الكلام ده. لا اذا كنت اخطأت اليكي قدام الكل انا هصحح الخطأ قدام الكل. طب ما انا عايزه اقول لنيافتك حاجه. انا زي ما نيافتك زعت حاجه زي دي وكانت غلط في شرفي، انا بس حابه ابلغ نيافتك ان المكالمه انا سجلتها وعايزه انزلها برضو عشان ارد شرفي وارد كرامتي وارد عرضي. زي ما نيافتك غلطت فيا قدام ناس كتير، فانا محتاجه ان انا ابرئ نفسي برضو قدام كل الناس اللي سمعت عني الكلام ده. بس طيب ماشي، ما فيش مشاكل. تمام. ما فيش مشاكل. هل ممكن اقدر اتواصل معاكي ولا صعب؟ لا تمام، ما فيش مشكله. نيافتك تواصل معايا، وحابه اقول لنيافتك حاجه برضو في الاخر، عشان نيافتك قلت لي انا حابه اسمع الكلام منك. انا حابه اقول لنيافتك انه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. انت حره يا بنتي، انت اللي شايل الذنب. تمام. انت ده شيء يرجع لك انت. شيء يرجع لك انت. ده ربنا خلقك حره، والمسيحيه خلق كل انسان حر. الحمد لله. شكرا لنيافتك. ربنا خلق كل انسان حر. الحمد لله. شكرا لنيافتك. ما فيش مرتد يتقتل ولا كلام من ده ابدا. احنا في المسيحيه كل انسان حر. شكرا لنيافتك. مع السلامه.